السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. كان في قصة كده ايام الرسول، كان في واحد اسمه الاخنس بن شريق. الاخنس بن شريق دون كان شخص منافق، والقرآن هو اللي فضحه. ازاي؟ كان بيجي للرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم يقول له انا بحبك وانت وانا بتبعك وانت الدين بتاعك هو الدين الصح. وكان يجي يتكلم مع الرسول كلام حلو وكويس جدا ومفيش اي كلام. كان يخرج بعد ما يتكلم الرسول الكلام الحلو دون، يخرج بره وي... ويقطع الزرع بتاع المسلمين، ولو عندهم اي حرث او نسل اللي هو الحيوانات يدبح فيهم. وكان يفسد في الارض. الآيات اللي هي في سورة البقرة، اللي هي آية 204: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني هو بيجي يقول لك كلام حلو وعلى مزاجك ومفيش أي كلام يعيبه. وهو جواه ألد الخصام، بيكرهك. مش بتكفي اللي هو الكره اللي في قلبه بس خلاص، هو بيكرهك وخلاص، مش هيأذيك. لا، ده بيتوسع اكتر من كده. واذا تولى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. انت بقى تيجي تقول له طب انت بتعمل لي كده ليه، او انت بتأذيني ليه؟ هيرد عليك يقول لك ايه؟ واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. تيجي تقول له انت بتأذيني ليه، انا عملت لك ايه؟ وتعاتبه. يقول لك بيروح اخدته العزه بالاسم، تاخدوا الانعار الكدابه زي ما الناس بتقول. فحسبوه جهنم ولا بئس المهاد. بئس المهاد يعني المهاد ده اللي هو المكان اللي الصغير بينام فيه، السرير اللي هو بتاع الصغير اللي بينام فيه. فالنار، شفت ربنا مشبهه ازاي؟ النار هتقبح حواليه كده زي السرير اللي نايم فيه، ولا بئس المهاد. بمناسبة الآيات دي، ما تحكموش على الناس بمظاهرهم، احكموا على اللي انتوا الأفعال اللي تصدر منهم، مش على الكلام اللي بيقولوه، على الأفعال نفسها. بمناسبة الكلام دون، كنت بحفظ القرآن في المسجد. فحصل لي موقفين. موقف بقاله سنتين مع واحدة منتقبة وختمة القرآن، والموقف التاني لسه حاصل من كام يوم. الموقف الأولاني كانت يعني مستقصداني. يعني كنت اروح تحفظ لي ايه واحده بس وترجعني. وحتى انا كنت عامله فيديو على القناه قبل كده بمناسبه الكلام ده، بس ما كنتش قايله قصه الاخنس بن شريك اللي هي مذكوره في القران دي. كانت مستقصداني اروح ايه واحده. في المقابل بقى كان ناس معايا تميزهم كتير عني وتقول لي انا عايزاكم تقول لهم انا عايزاكم تختموا القران ومش عارفه ايه وتشجعهم. تيجي عليا انا تبقاش عايزه حتى تسمع لي لما يكون القران بتاعها يعني والله العظيم انا مخي كان بيقف ساعتها. يعني ازاي انت خاتمه القران وازاي انت منتقبه؟ والعيب مش في القران ولا في النقاب، العيب في الشخص اللي حامل القران. القران المفروض بيغير الشخص للاحسن. انا عن نفسي من ساعه ما ابتديت حفظ القران والله العظيم طريقه غير شعوريه. اخلاقك نفسها بتتغير، طباعك بتتغير. حتى لو انت عصبيه، العصبيه بتهدى شويه. فبيغير بدون شعور كده، من غير ما تحس هو بيغير فيك. الموقف التاني برضو يعني بدون ذكر الموقف، بس بوستاتها كلها على الفيس وختمة القرآن، وبوستاتها اللي على الفيس كلها قرآن وقال الله وقال الرسول وختمة كتاب الله ومفيش بعد كده، ومنتقبة. يعني المفروض مش دي، والله العظيم مش دي أخلاق الإسلام. مش دي أخلاق الإسلام خالص خالص خالص. انا مش بحكم على الناس بكلامهم، المفروض احكم بافعالهم. مش احكم على الشخص اللي هو خاتم القران، مش احكم على الشخص اللي هو منتقب اللي هو يبقى كويس كده. مش احكم اللي هو بيصوم اتنين وخميس اللي هو كده كويس. ما يعني الصلاة مش عارفة ايه اللي هو كده كويس. لا، انت تحكم على افعاله. الدين معاملة، الدين مش قرآن. ممكن ناس كتير تختلف معايا، بس الدين مش قرآن ولا صلاة ولا الحقوق اللي بتاعت ربنا نفسها. يعني انا كنت سامعة فيديو للشعراوي بيقول ان انت ما بتروح تحج ربنا يعني بتسقط ذنوبك كيوم ولدتك امك. ف انا كنت بحتار في في الموضوع ده بيني وبين نفسي. كنت افكر ازاي يعني في ناس كتير بتظلم. طب ازاي الظلم ده اذت ناس معنويا ونفسيا وماديا؟ فازاي ده كله هيقع؟ طب واذية الشخص ده، يعني الشخص ده اتأذى هيعمل ايه؟ فالشيخ الشعراوي فسرها وقال ان هيقع هي الذنوب اللي بتاعت ربنا.
يعني لو أثر في الصلاة ماشي، أثر في الصيام ماشي، دي الحاجات دي هي اللي هتقع، ذنوبه دي اللي هتقع. لكن ذنوب العباد ما بتقعش، ما بتقعش. الحاجة اللي تخص الناس مش هتقع. اللي انت ظلمت حد او خدت حقوقه او اعتديت عليه او طلعت عليه كلام او يعني كلمت في سيرته في سمعته في عرضه، دي كلها مش هتقع. اللي هتقع هي العلاقه اللي بينك وبين ربنا، الحاجات اللي تخصك بينك وبين ربنا، اللي هي الصلاه والصوم والعباده. لو انت قصرت فيهم ربنا بيشيل الذنوب فيها. نهاية الكلام، ما تحكموش على حد بمظهره الخارجي، اللي هو شيخ واللي هو كويس. تتعاملوا معاه الأول وتشوفوا أفعاله الأول والتصرفات اللي هو بيقولها وبيعملها، وبعد كده احكمي عليه، احكمي عليه. مقابل برضو مش بقول ان كل المنتقبين ولا كل اللي حافظين القرآن ولا كل اللي هم بيصوموا وما بيأثروش في عباداتهم دول وحشين. لا، انا بقول بالمقابل جنب الحاجة دي لازم تبقى معاملتك مع الناس كويسة. هي احنا كنا واخدين ايام الكلية ان الدين معاملة، الدين معاملة، يعني 90% من من الدين هتلاقيها معاملات. الأديان اللي كانت جت قبل الإسلام وقبل غير التوراة واليهودية، كان في حاجات بتنزل على الأنبياء اللي قبل منهم أو الرسل اللي قبل منهم، كانت عبارة عن وصايا. يعني لا تسرق، يعني لا تزني، لا، يعني كلها حاجات أخلاقية. يعني الدين معاملة. أول لما الدين نزل في شكل اللي هي آه، معاملات. يعني اللي هي الحاجات اللي هي تخص العبادة، اللي هي الصلاة والحاجات اللي تخص ربنا، جت متأخر شوية. لكن أول ما ربنا كان بيشرع للناس كان بيشرعهم في شكل اللي هي المعاملات، لا تسرق كده يعني. فما تحكموش على حد بمظهره، المظاهر خداعة بجد والله، المظاهر خداعة. احكموا على تصرفاته وافعاله. وياما ناس كتير مش بتبقى مظهرها ما تتوقعش منها تقول يا ده مش كويس او كده، من مظهرها، من مظهرها تيجي تعملها تلاقيها كويسة جدا ومحترمة. ما تحكمش على حد بمظهره، مظهر خداع.